هل العمق بيفرق في المطبخ؟ يعني لو انا عايز العمق 40 سم يفرق معايا في التكلفه؟ حضرتك مش محدد 40 سم في الجزء اللي تحت بتاع الرخامه ولا في الجزء اللي فوق بتاع المطبخ. لو الجزء اللي تحت بتاع الرخامه بيبقى نادر جدا لو اتعمل 40 سم، وده بيبقى في المطابخ الضيقه جدا اللي هو مثلا المطبخ كله عرضه متر ونص، فلا ناخد منه بس 40 سم في الجنب ده علشان خاطر الرخامه تبقى 45 والمطبخ بيكون 40، فده بيكون محكوم جدا. انما لو فوق فالعمق الطبيعي اصلا بالضرفه بيبقى 38 سم من غير المقبض، انما لو حضرتك عايز تزوده لحد 40 بيوصل معاك ل 43 سم بالضرفه، يعني الضرفه بتاخد معانا 3 سم. ولو انت عاوز تزود العمق بتاع المطبخ من فوق بيفرق في التكلفه لان بيزيد خامات على المطبخ، فاكيد هيفرق في التكلفه. وطبعا زي ما بنقول في كل وقت ان كل مصنع وكل شركه بيبقى ليها مواصفاتها الخاصه اللي بتشتغل بيها، وحضرتك بناء عليه بتقرر انت هتعمل مطبخك بانهي مواصفه. كان معكم سلام عشري، اشوفكم السؤال الجاي.